حد يعرف مين البنت دي؟ البنت دي طلعت في مسلسل شهير جدا جدا، من اشهر المسلسلات اللي اتعملت زمان. مسلسل كلنا عارفينه وكلنا بنحبه، اسمه لن اعيش في جلباب ابي، بطولة نور الشريف وعبلة كامل اللي مفيش حد فينا ما بيحبوش. كان دورها ايه بقى؟ كان دورها بنت سيد، اللي هو سيد كشري، اللي هو يبقى اخو عبلة كامل في المسلسل، واللي في اخر المسلسل اتجوزت من عبد الوهاب. البنت دي من ساعة المسلسل وهي اختفت تماما، ما حدش بيشوفها في اي لقاءات او حتى ادوار تمثيل. حتى الفترة الأخيرة لما طلع مسلسل لن أعيش في جلباب أبي ترند، واستضافوا كل أبطال المسلسل، هي ما كانتش من ضمنهم. لكن طلعت مؤخرا في برنامج أو في لقاء وقالت سبب اختفائها كان ايه. هي البنت اسمها مي محمد سعيد. قدمت دور فاطمة بنت سيد كشري في المسلسل بتاع أنا أعيش في جلباب أبي، وقالت إن أنا قدمت عملين دراميين فقط، وبتقول إن هي اعتزلت الفن عشان كانت مشغولة بتربية أولادها، منهم واحد اتخرج من الجامعة والتاني لسه في تانية جامعة. بصراحة ما شاء الله ملامحها زي ما هي جميلة، وهي فعلا كان حتى دورها رغم ان هو ما كانش يعتبر من الادوار الرئيسية في المسلسل زي اولاد نور الشريف، كان ادوارهم تعتبر ادوار رئيسية في المسلسل بيدور حواليهم المسلسل. لكن هي دورها برضو كان مؤثر جدا وهادي كده، والناس حبتها قوي فيه. يعني بصراحة لو استبدلتها بأي ممثلة تانية كنت هتحس ان هي لا، يعني هي الوحيدة اللي لايقة على الدور.